السلام عليكم. ايه الاخبار؟ يا رب الجميع يكون بخير. من اكتر من سنتين ما نزلتش فيديوهات على اليوتيوب. الموضوع طبعا مضايقني ومخليني مش مستريح، ولانه في ناس كتير جدا انت موقف فيديوهات ليه وانت ما بتعملش فيديوهات ليه؟ عايزين مستنيك وعايزين نعرف الاخبار وعايزين نعرف الدنيا فيها ايه. فانا النهارده بعمل لكم فيديو خفيف كده بشرح لكم فيه وضع سوق العمل في الخليج الفتره دي عامل ازاي. معظم الناس بتكلمني انا عايز مكتب سفر كويس، انا عايز اسافر، انا مش عارف ابدا منين، مش عارف ادور فين، مش عارف اعمل ايه، ساعدني. وناس كتيره جدا بتكلمني في خلال السنتين اللي فاتوا دول، كل ما حد بيشوف الفيديوهات عندي بالذات فيديو طريقه بحث العمل، فيديو مكاتب العمل، الفيديو هتلاقوه في القناه تحت تدوروا عليه. تمام. فحبيت اشرح لكم سوق العمل في الخليج حاليا عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبدأ بالسعودية. السعودية حاليا سوق العمل كبير جدا، وللأسف المشكلة الموجودة هي مش مشكلة حديثة، مشكلة بقى لها فترة كبيرة، وهي السعودة. طبعا دولة السعودية، المملكة العربية السعودية كبيرة جدا، وكل سنة بيبقى فيها عدد خريجين كبار جدا زينا زي مصر زي أي دولة في العالم. وطبعا الدولة بتحاول توفر كل طاقتها ان هي تشغل كل السعوديين وان هي تقضي على البطالة تماما، وده شيء جميل جدا بنشجع المملكة عليه. ويا رب كل البلاد تكون كده وتحاول دايما تساعد شعوبها. لكن احنا كمغتربين، هل هناك الناس اللي شغاله وضعها ايه؟ الناس اللي هناك شغاله وضعها للاسف صعب جدا، لانه في شروط جديده ما بين تكاليف الاقامه، تكاليف تجديد الاقامات، الاسره، اقامات الاسر، في تكاليف كتيره جدا مفروضه على المغتربين. انا مش بتكلم على مصر بس، انا بتكلم على كل الجنسيات. فلو واحد جاله شغل السعوديه جديد، بيبقى شغل في مهنه هم عندهم عجز من الطلب في السعوديين. يعني هو لو سعودي ومش عنده الطلب العدد الكافي اللي يغطي المهنه دي، فبيطلب من بره، يطلب بقى من مصر، يطلب من الهند، يطلب من هنا، يطلب من هنا، من كل من البلد اللي هو شايف ان هي هتبقى مناسبه ليه. تمام. فبالتالي برضو في مشاكل. يعني سوق العمل السعودي ما بقاش زي الاول، الرواتب بقت متدنيه جدا بالنسبه للمغتربين. فبرضه احنا بنحاول ان احنا نخلي الناس ان هي ما تبقاش يأسانه او بتاع. لان بشوف ناس كتير، يا جماعه انا في السعوديه بدور على شغل، انا بشتغل في البلاط، انا بشتغل في مش عارف ايه. فناس كتير بشوفها مش لاقيه شغل في السعوديه، وده طبعا عامل لي بتضايق، بزعل لما بلاقي حد ازاي انت قاعد في السعوديه ومش لاقي شغل. ده حاجه صعبه جدا. يعني ده السعوديه كبيره، في اي مدينه ممكن تلاقي، في الطايف ممكن تلاقي هنا، ممكن تلاقي هنا، ممكن تلاقي في كل المدن. ده باختصار الوضع الحالي في السعوديه. خش على الامارات. لو جينا نبص في الامارات، مشكله الامارات كل المصريين بيروحوا على فيزا زياره 3 شهور او سياحه او ايا كان، ويبدا يدور على شغل، فيتفاجئ بالوضع هناك ان الوضع كارثي. حجم طلبات العمل في الامارات اكبر من سوق العمل. مش انت لوحدك اللي بتروح تدور على شغل، في 100,000 واحد، 100,000، في ملايين الناس بتروح من كل البلدان عشان تدور على شغل. انها الامارات، دبي، ابو ظبي، اكبر بلد استثماري حاليا في الشرق الاوسط هي الامارات. فبالتالي كل الناس بتروح تبحث عن فرصه انها تشتغل. تمام. للاسف دلوقتي من كتر المعروض بقت الرواتب تحت. لانه انت ممكن تروح تشتغل مثال في مطعم، متوسط موظف المرتبات في المطاعم بتبدا من 2000 درهم ل 3000 درهم، ممكن الهندي يروح يشتغل ب 900. فبالتالي انت بتتحاصر في انه مفيش شغل، في شغل بس الرواتب ميته، الرواتب ميته خالص. فبالتالي هنا هي دي المشكله تبع الامارات، انه كل الناس بتروح تدور على شغل، على زياره، وبتروح تدور على شغل. فانا ما انصحكش انك تعمل الموضوع ده. لو انت عايز تدور على شغل والسي في بتاعك قوي، وان انت واثق من نفسك ان انت هتلاقي شغل في الامارات يفيدك، قدم عليه من مصر، ولو هم شايفينك كفاءه هيجيبوك. لكن ما تغامرش. احتمالك ان انت تلاقي شغل من وانت رايح زياره ممكن 1 في المليون. انا مش بحبطك، انا بقول لك حقيقه. تمام. 1 في المليون ان انت تلاقي شغل في الامارات بالطريقه دي. تمام. ده وضع الامارات باختصار. الكويت، للاسف الكويت كمصري انت مش مرحب بيك تماما. والكويت حاليا بتحاول تخلص من الاجانب. انا مش بقول لك مصريين، لا،
بتخلص من جميع ال المغتربين او الوافدين زي ما بنسميهم. يعني الوافدين بتحاول تقللهم بقدر الامكان، بتحاول تقللهم بقدر، وخصوصا المصريين. في كده شويه عنصريه على شويه مشاكل. انا ما اعرفش ايه المشكله بصراحه مع الكويت والمصريين، لانه انا شايف ان احنا اخوات، وشايف ان احنا من زمان مع بعض، وفي عشره وفي تاريخ كبير ما بين الكويت وما بين مصر، فما ينفعش يكون في طرق العنصريه اللي احنا بنشوفها دي. فانا شايف الموضوع مؤلم جدا. انا مش بقول لك ما تروحش الكويت، لكن اذا لقيت فرصه عمل كويسه براتب مضمون بسكن بكل حاجه الدنيا تمام روح، لكن غير كده ما تروحش. الكويت مش احسن مكان تروحه، لانه بصراحه في معامله سيئه جدا من هناك، وانا اتمنى الموضوع يتغير. وانا بشوف هي حالات فرديه، لكن برضه في نفس الوقت ال ال السيئه بتعم والحسنه بتخص. تمام. فخلينا نتكلم بحياديه. الكويت برضو لحد دلوقتي مش احسن مكان، مع ان الرواتب في الكويت تعتبر من احسن الرواتب في الخليج. نخش على بعض. قلنا السعوديه، الامارات، الكويت. سلطنه عمان بتمر بازمه اقتصاديه مش كبيره، لكن ان شاء الله تعدي منها. المصريين في سلطنه عمان مش مرتاحين احسن حاجه. انا بعرف الاوضاع من جروبات المصريين الموجودين هناك، وبمشترك عليها كلها عشان اعرف الناس بتتكلم في ايه، الناس وضعها ايه، الناس مشاكلها ايه. معظم الناس بتيجي بتاخد وعود من مصر. اكتر مكان شفت فيه بيحصل نصب سلطنة عمان، وزعلان جدا. وللاسف مصريين اللي هناك بينصبوا على مصريين في مصر، ويخلوهم يجوا على شغل واهم، بيوهموا انه جايب لك فيزا وجايب لك مش عارف ايه وهتشتغل والكلام ده كله. في الاخر الواد بينزل مطار اخرها من شهرين في شاب انتحر، يا عيني مسكين، رحمه الله عليه، وربنا ينتقم من اللي ظلمه وينتقم من اللي ضحك عليه. اتوعد وعود ودفع فلوس، وانت جاي على فيزا عمل يا معلم، وانت امورك طيبه، اول ما هتوصل هستناك في المطار والدنيا معاك زي الفل. صاحبنا المسكين نزل المطار ملاش حد، تلاقي نفسه مرمي في الشارع، مدين له طوب الارض، اخد فلوس من كل الناس اللي يعرفها في مصر عشان يسافر. وفي الاخر جه سلطنة عمان ما لقاش اي شيء. فمن قهرته ومن زعله هيرجع مصر يعمل ايه؟ فانتحر. وطبعا دي كارثه بكل المقاييس، والموضوع اثر فيا جدا، وكان نفسي اتكلم عليه بس ما رضيتش اتكلم فيه. يعني خوفا من الناس تقول انت بتتاجر بمشاكل الناس، وعلينا يعني ده موضوع انا مش حابه يعني. المهم، فسلطنة عمان يعني الحالة هناك مش أحسن حاجة. أنت عمال تقول يا عم شربين، أنت عمال تقفل الدنيا في وشنا، أنت بتقول إيه؟ هو إحنا مش هنسافر؟ لا، أنا مش بقول لك كده، أنا بقول لك على السيئة قبل الحسنة، عشان لما تيجي تدور على شغل في بلد من البلدان دي تبقى أنت عارف أنت رايح تواجه إيه، يبقى أنت عارف أنت إيه وضعك، وعارف إيه اللي هيجرى لك لما أنت تروح هناك. تمام؟ تمام، اتفقنا؟ مفيش زعل. تمام؟ أنا مش بقفلها في وشك، انا عايزك تروح وانت مسافر مطمن ان انت مسافرك ده له فايده، وان انت هتلاقي حاجه تعينك على الحياه، وهتلاقي النتيجه اللي انت حاببها، وهتلاقي الحاجه اللي انت رايح عشانها. تمام. قلنا السعوديه، قلنا الامارات، قلنا الكويت، قلنا سلطنه عمان، قطر. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في قطر من شهرين تقريبا، وكان معاه وزيرة الهجرة او مش فاكر وزير مين كده. فاتكلموا في زيادة حصة المصريين في قطر، اللي هو يعني ان يجي مصريين قطر من تاني. طبعا اللي ما يعرفش، في من 3 سنين تقريبا او من 5 سنين ما فيش اي فيز او في عمل في استكفاء يعني من عدد المصريين، وما فيش فيز عمل للمصريين الا لمتطلبات بسيطة جدا، حاجات بسيطة على حسب متطلبات الدولة. تمام. ودي بأسباب أنا ماليش دعوة بيها، أنا ما أعرفهاش، أنا ماليش أتدخل فيها. لكن الكلام اللي اتقال إنه في مناقشات أو في يعني مفاوضات إن يجي 10,000 مصري الأيام الجاية دي. وطبعا ده رقم كبير جدا، رقم ممتاز جدا، هيساعد مصريين كتير ان هم يجوا بلد جميله زي قطر. انا عايش فيها بقالي 10 سنين.
بلد ربنا يحفظها يا رب، وربنا يجعلها دايما عامرة بالخير، و احسن الاماكن اللي انا عايش فيها في حياتي، وعمر ما اتخيل ان انا كنت اعيش في مكان تاني احسن من كده، الحمد لله يعني. لكن خلينا نتكلم برضو ان لحد دلوقتي لسه ما فيش اي تأكيدات على الكلام ده، والكلام ده لسه مش اكيد. تمام. لو جينا نتكلم عن سوق العمل هنا، سوق العمل برضو هنا في فائض في العمالة، بسبب انه الاسيويين كتير، عندك الهنود، الفلبنة، الكلام ده كله. لكن في شغل، مش هنقول ما في شغل، لا في شغل. تمام. ولكن برضو على حسب متطلبات العمل وعلى حسب متطلبات السوق. تمام. امتى بيفتح الفيز وامتى بتفتح الشغل؟ اول ما يبقى فيه كلام اكيد وتبقى فيه فيز حقيقيه والناس تبدا تيجي، انا هنزل فيديو على القناه واقول فيه كل التفاصيل، وهتكلم فيه عن كل الطرق السهله والطرق المضمونه اللي تيجي بيها قطر وتقدر تشتغل. تمام. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انا اكمل، افضل اقول لكم حاجات حلوه كده كتير، وان شاء الله في الايام الجايه دي هحاول بقدر الامكان على الاقل مره في الاسبوع اعمل لكم فيديو اتكلم فيه عن سوق العمل، واتكلم فيه عن الاوضاع الموجوده في الخليج والاوضاع السفر. انا عارف كل الناس عايزه تسافر، وكل الناس عايزه تكسب فلوس، وكل الناس عايزه تشتغل. ربنا يوفق الجميع يا رب، ويا رب كل الناس تلاقي اللي هي عايزاه، وان شاء الله ما تزعلوش، ان شاء الله كل حاجه تبقى تمام. وانا عارف الظروف وحشه ومش احسن حاجه، فخلينا ان احنا ايه، نصبر ونشد حيلنا شويه كده ونجتهد، وان شاء الله كل حاجه تبقى تمام. واشوفكم على خير. السلام عليكم.